ما حصل اليوم بيننا وبين أنسابنا بن اللبود سأشرح لكم بالتفصيل وبدقة. يعني بهذا الوطن وهذا الحياة اللي احنا عايشين لها اليوم قد تنازلنا من كل شيء، تنازلنا عن كل حاجة، لم يبقى معنا إلا العرض والشرف والكرامة. يعني محارمنا خط أحمر، هذا نسميه عندنا احنا وعند أي يمني، ونغار على أي حرمة من أي قبيلة، أو شلة من قبيلتي، من أي قبيلة. بس يعني حسب قول الشاعر: إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. لا قد جات لا حيطرح نفسه ولا حيفلت عمره، ومن جاك جيته. القصة ما فيها العام الماضي اتصلوا لي أبناء العم فضل القح وعياله من المملكة العربية السعودية، رسلوا لي فيديوهات، يعني صور منشورات، محادثات، سب، تجريح، كلام، وكان يأخذ صور من الإنترنت وقطع أحيان الوجه، وحين نزل الصورة كاملة وقال هذه عبير القح، يعني يذكرها بالاسم. منشورات موجودات، وعن عرضهن حيث يلزم الأمر، إذا لزم الأمر عن عرضهن، على سب كل واحد يقف عند حده. ما حصل قد حصل، احنا الآن ورايح. اتصلوا لي يعني يشتوا يروحوا يعملوا مشكلة مقتلة، يشتوا مشكلة، يعني عرض أختهم تنشر عبر التواصل. ما حصلتش نهائيا، لا بالسلف ولا بعرف القبائل كلها اليمنية، إنه نسيبك أبسط خلاف تختلف أنت وياه أو يختلفوا زوجته، يقوم يأخذ الصور حقها حق يتصور بها بالعرس، أو يأخذ صور من الإنترنت وينزلهم بصفحاته على سبيل يغر نسيبه ويغر عمه. يعني ما حصلت. قالوا يروحوا، قلت لا تروحوا، يروح الأب فضل تروحوا عيالك شو هناك. لو جو يعملوا مشكلة طوالي. عندما وصل فضل هنا أخذنا المنشورات، صورناهن، وثقناهن، وتواصلنا احنا والشيخ أحمد عايض والشيخ مصطفى علي أبو شعر والشيخ سيف علي الحلابي، كلمناهم